وأما من حرم الحلم والعلم وهم يخبطون خبط عشواء لا يراعون المصالح من المفاسد، ثورة على العلماء وخروج على الأمراء واستشراف للخلاف والفرقة، وهكذا وغيرها من النوازل التي نزلت بالأمة تفرق به بين العلماء ومن يلتصق بهم وليس منهم، تفرق به بين من عرف هذه الدعوة عن قرب فمرسها وعايشها وعايش علماءها وأهلها، وبين من هو لصيق بها إنما له منها الدعاوى. وكما قيل ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وليست السلفية بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا بد من البراهين الصادقة والأدلة الواضحة التي تبين السلفية بانقيادك لسير السلف الصالح. أين من السلفية أن يكون ولاء وبراء ضيق؟ من خالفني أهنت كرامته. أين من السلفية أن يكون الولاء والبراء الضيق للأشخاص لا لثوابت هذا الدين؟ بالأمس يكون الرجل فيهم عالما من كبار العلماء، فإذا رجع عن دعوتهم وخالف ما كانوا عليه صار في غمضة عين جاهل من الجهلاء وسفيه من السفهاء. ما أشبه هذا بما وقع من اليهود مع عبد الله بن سلام. لا ننسى ولا زلنا نتذكر قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: عالمنا وابن عالمنا، فلما علموا أنه أسلم انقلب قولهم دون حياء من الله ولا حياء من خلق الله، بأن ذموه بضد ما كان يقولونه. وهكذا يصنع بعض الناس اليوم، لا حياء من الله ولا من خلق الله. المعيار عندهم الولاء والبراء الضيق للأشخاص.